هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في صوت المنتدى. أحييكم أنا أمل علي في هذا المساء وبرفقة زميلي جمال عثمان حمد، وسنخصص ساعة هذا المساء أعزائي المستمعين للاحتفال بذكرى 1 من سبتمبر، ذكرى انطلاقة الشرارة الأولى للكفاح المسلح، والذي كان انطلاق الثورة الإريترية العظيمة. أيضا سيكون معي لاحقا في البرنامج الأستاذ المناضل ياسين محمد عبد الله ليشاركنا للتوثيق والاحتفال بهذا اليوم العظيم. أهلا جمال ومساء الخير. مساء الخير أمال ومساء الخير المستمع الكريم، وكل سنة والجميع من أجل الجميع وبالجميع بخير. كل عام وأنتم بخير. نكاية بهم نقول كل عام وأنتم بخير. سيظل الوطن لنا جميعا من أجل الديمقراطية، من أجل أن يكون وطنا ديمقراطي آمن ومستقر. إن شاء الله جمال. تحية لشعبنا الإريتري في الداخل والخارج بالأول من سبتمبر. سنعود معكم على مدى ساعة، فابقوا معنا. حتى سبتمبر تتذكري، دي سنة حتى يوم تتنوري.
أعزائي المستمعين، وأرحب بكم الآن مجددا، ونحن نحتفل بذكرى الأول من سبتمبر، ذكرى انطلاقة الشرارة الأولى للكفاح المسلح، وهي ذكرى عظيمة في تاريخ الثورة الإريترية وتاريخ الشعب الإريتري. ومعي اليوم الأستاذ المناضل الإعلامي الأستاذ ياسين محمد عبد الله، وهو يعني من المهتمين جدا بشأن الثورة الإريترية وقضايا النضال والتوثيق له أيضا. أشكر لك أستاذ ياسين أولا حضورك معي في ساعة المنتدى ونحن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، وأرحب بك. يا هلا بك. يا هلا أستاذ أمال، شكرا جزيلا لاستضافتي في هذه الذكرى العظيمة. يا أهلا بك أستاذ ياسين. يعني عن الثورة الإريترية. يا هلا. طيب أستاذ ياسين، يعني هذه مناسبة عظيمة وذكرى تاريخية ونقطة يعني مهمة على مسار حركة التحرر الإريترية عموما، وعلى يعني الحركة النضالية لشعبنا التي يعني توجد بالثورة العظيمة والنصر في النهاية. أستاذ ياسين، هل لنا أن نعود قليلا معك للتوثيق لذكرى الأول من سبتمبر ونعكس على نضالات الشهيد البطل حامد إدريس عواتي ورفاقه في تلك الفترة؟ نعم، يعود نضال الشعب الإريتري من أجل الاستقلال إلى سنوات بعيدة قبل انطلاقة الثورة الإريترية، ومنذ الأربعينات والخمسينات وتأسيس حركة التحرير في عام 58. نعم. سبق إعلان الكفاح المسلح في الأول من سبتمبر 1961 تأسيس جبهة التحرير الإريترية في القاهرة حديقة الأسماك سنة 1960. كان هذا عمل تمهيدي لإطلاق الثورة الإريترية، كما كانت هناك تحركات من الإريتريين خصوصا أولئك الذين كانوا يعملون في الجيش السوداني من أجل التحضير لإطلاق الكفاح المسلح. فسبق إطلاق الكفاح المسلح نضال سياسي توج بتأسيس حركة تحرير إريتريا، ثم فترة تحضير استمرت لحوالي عام منذ تأسيس الجبهة في سنة 60، ونضالات عديدة خاضها الإريتريون الذين كانوا يعملون في الجيش السوداني والتحقوا لاحقا بالثورة الإريترية من أجل التمهيد لإطلاق الكفاح المسلح بقيادة البطل القائد الشهيد حامد إدريس عواتي في جبال أذان 1961. نعم بالتأكيد. أستاذ ياسين، يعني عندما انطلقت الثورة الإريترية بمجموعة بسيطة من المناضلين وانتشرت بعد ذلك لتشمل الشعب الإريتري بشكل كامل، يعني هي كانت ثورة ضد الظلم وجمعت حولها يعني الشعب الإريتري يعني بحماس وبحب الوطن وبتضحيات كبيرة. يعني هل لنا أيضا قليلا أن نعكس على مستوى التضحيات مقارنة بالإمكانات التي والظروف التي قامت فيها هذه الثورة المسلحة؟ نعم، الثورة الإريترية هي واحدة من أعظم الثورات في القرن العشرين، انطلقت بإمكانيات بسيطة جدا جدا. الكفاح المسلح انطلق بإمكانيات متواضعة، عدد بسيط من المناضلين خرجوا في ذلك اليوم مع الشهيد حامد إدريس عواتي، ثم التحق بهذه المجموعة في فبراير 1962 المجموعة الإريتريين التي كانت تعمل في الجيش السوداني وكانت على صلة بالشهيد حامد إدريس عواتي وبالسياسيين الذين كانوا يوجدون في القاهرة. هذه المجموعة التي كانت تعمل في الجيش السوداني شكلت لاحقا النواة القيادية لوحدات جيش التحرير الإريتري. فالثورة انطلقت بإمكانيات متواضعة جدا جدا، لكن بطموح كبير كبير جدا جدا من مجموعة من الإريتريين تميزوا بالشجاعة ونقران الذات والاستعداد للتضحية. لذلك بدأت بإمكانيات كما ذكرت متواضعة، ثم ابتدأت هذه الثورة الإريترية تنمو وتسع رقعة مؤيديها وتسع الأعداد وتكبر الأعداد التي تلتحق بها من مناطق بدأت في الريف التحقوا بها مجموعة من الإريتريين الذين كانوا في الجيش، ثم صار أبناء المدن يلتحقون بها، وثم لاحقا شملت كل الإريتريين كل قطاعات الشعب الإريتري، رجال ونساء ومسلمين ومسيحيين ومن المجموعات القوميات المختلفة التحقت بهذا النضال. ومثلت الثورة الإريترية كما ذكرت واحدة من الثورات من أعظم الثورات في القرن العشرين، لأنها اعتمدت على إمكانيات بسيطة، إمكانيات خاصة بالشعب الإريتري في مواجهة الإمبراطورية الإسلامية. نعم.
ذات الإمكانيات الأكبر المدعوم من الإمبريالية في ذلك الوقت من الغرب. وكان هذا التحدي يبدو في ذلك الوقت كنوع من المثالية أو كشيء غير ممكن. نعم. لكن مأثرة الإريتريين أنهم حققوا في أرض الواقع ما كان يبدو مستحيلا. نعم بالتأكيد. كما ذكرت أنت نضال الشعب الإريتري هو نضال طويل امتد قبل انطلاقة الكفاح المسلح من أربعينيات القرن وإلى أن انطلقت شرارة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي لتعلن الكفاح المسلح. يعني الاحتفال بالأول من سبتمبر كانطلاقة يعني للكفاح المسلح والثورة الإريترية له أيضا يعني مميزاته كما قلنا، ونحتفل به ونعتز به كتاريخ مشرف على مستوى يعني تضحيات شعبنا الطويلة من قبل وبعد، كونه يعني بإمكانيات بسيطة وبتحديات عالية جدا انطلقت هذه الشرارة الأولى، ومن ثم من بعدها يعني أصبحت الثورة الجامعة كما قلت أنت من أعظم الثورات على مستوى التاريخ الإنساني في القرن الماضي. اليوم أستاذ ياسين ونحن نحتفل بهذه المناسبة، ما هي القيم والمكتسبات التي يعني تركتها لنا هذه الثورة، والتي يعني ما زلنا نعتقد أنها يعني صالحة لأن دائما نجدد العهد بها، وأن يعني نؤكد عليها كونها يعني جزء من مكوناتنا كشعب وكأمة؟ نعم. أحد أهم إنجازات الثورة الإريترية إنها خلقت وبلورت الهوية الوطنية الإريترية. نحن نعرف أن عمر الدولة الإريترية والكيان الإريتري ليس عمرا طويلا. تأسس هذا الكيان من قبل إيطاليا في سنة 1890. نعم. ولم تتاح للإريتريين، لم تتاح لهذه الهوية، وضعت كثير من العراقيل من قبل الاستعمار الإيطالي حتى لا تتشكل هذه الهوية الوطنية. نعم. الثورة الإريترية أحد إنجازاتها الضخمة إنها عجلت وبنت الهوية الوطنية الإريترية. نعم. التقوا في إطار هذه الثورة إريتريين من مناطق إريتريا المختلفة. هذا الاحتكاك في ظل النضال من أجل هدف مشترك ساهم في بلورة وخلق وترسيخ الهوية الوطنية الإريترية. أولا، واحد من الإنجازات العظيمة التي يجب أن نتمسك بها هي هذا الإنجاز الكبير. المسألة الثانية، الثورة الإريترية أحدثت أيضا تغييرات اجتماعية كبيرة في الواقع الإريتري. لم يكن هدف الثورة الإريترية إجلاء أو هزيمة الاستعمار وتحرير الأرض الإريترية فقط، لا، إنما تحرير الإنسان الإريتري. ولم تترك هذا الهدف حتى ينجز بعد الثورة الإريترية، إنما بدأت الثورة الإريترية تقدم خدماتها في الريف الإريتري في مجال التعليم، الصحة، التثقيف الاجتماعي. نعم. هذه الجهود الجبارة أحدثت تغيير اجتماعي كبير في إطار الثورة الإريترية. إذن نحن نتمسك، عندما نتمسك بالثورة نتحدث عن الثورة الإريترية لا نتحدث فقط عن التضحيات التي قدمت في معركة ضد العدو، 100,000 شهيد الذين سقطوا من أجل استقلال إريتريا، إنما أيضا التضحيات التي قدمت في إطار تطوير المجتمع الإريتري في مجال التعليم، في مجال إعطاء المرأة حقوقها، في مجال الصحة، في العديد من المجالات. هذا التحويل الكبير أو التحول الكبير تحدث الثورة الإريترية وأحد الإنجازات الكبيرة للثورة الإريترية التي نعتز بها. إضافة كما ذكرت لموضوع الهوية الإريترية التي ساهمت الثورة الإريترية في خلقها وفي ترسيخها أكثر وأكثر. نعم بالتأكيد. في اعتقادي أنه الثورة الإريترية كان لديها مشروع متكامل. نعم. مشروع لتحرير الأرض ومشروع لتحقيق تغيير اجتماعي واقتصادي الواقع الإريتري. يعني المشروع الثورة الإريترية الجزء الأول من هذا المشروع تحقق بتحرير الثورة الإريترية. الجزء الثاني بالطبع لم يتحقق لأنه الجانب الاجتماعي تضمن كثير من المسائل، ونحن نعرف أنه الشعب الإريتري تعرض من قبل هذا النظام لكثير من المظالم. وحصلت انتكاسة من هذه الأهداف العظيمة للثورة الإريترية، بل أن المناضلين الثورة الإريترية وكثير من مناضلي الثورة الإريترية تعرضوا للاضطهاد من قبل النظام وسجنوا وبعضهم قتل في السجون أو خارجها. نعم للأسف. فالانتكاسة طبعا مسؤول منها النظام، وهناك تراجع من قيم الثورة مسؤول منه بعض حتى المعارضين الذين
بعضهم يتعامل باستهانة بهذا الإرث العظيم، يتعامل لأنه هذه الثورة الإريترية عندها إرث، عندها ثوابت. يعني أي عمل سياسي يرث ناجح مستقبل يجب أن يستند على هذه الثوابت التي رسختها الثورة الإريترية. أي خروج من هذه الثوابت هو تنكر للثورة الإريترية وتنكر لهذه التضحيات. بالتأكيد. حتى سبتمبر تتذكري دي سنة حتى يوم تتنوري. حتى سبتمبر تتذكري دي سنة حتى يوم تتنوري. سنيد ودوديبة وتحيبوا الحوكم وسبهم ايد قببوا. ومعنا الشهداء تحجبوا، ومعنا الشهداء تحجبوا. قالوا رصاصة دولتهم مدر وعسكر كله مثل تمم. بتفتايا سلم واباشم ولادك مروي مدر لمم. حتى سبتمبر تتذكري دي سنة حتى يوم تتنوري. حتى سبتمبر تتذكري دي سنة حتى يوم تتنوري. حتى سبتمبر تتذكري دي سنة حتى يوم تتنوري. 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 قالوا رصاصة دولتهم مدر وعسكر كله مثل تمم. فتايا سلم وأباشم ولادك أروي مدر لهم. شباب حملتي بعد هم السل لنفسك برا كل تنادل. بس يوم الليلة تاريخ سجل من ديرك أقام كل تنبلبل. سنين ودوديبة وتحيبوا الحوكم وسبهم يكببوا. تحرير إريتريا تركبوا وما نشهد يحجبوا. دي سنة حتى يوم تتنوري. 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 أستاذ ياسين، هل لنا أن نؤكد يعني على الثوابت التي يعني ذكرتها الآن؟ يعني ما هي الثوابت التي تعتقد أن البعض يستهين بها الآن في هذه المرحلة المهمة أيضا بعد أن تم يعني أصبحت الانتكاسة تنعكس بشكل واضح وكبير على الشعب الإريتري؟ نعم، كان أهم سلاح في يد الثورة الإريترية لتحقيق الانتصار هو الوحدة الوطنية. هناك فرق بين وحدة التنظيمات وبين الوحدة الوطنية. كان كل الشعب الإريتري يلتف حول هدف تحقيق الاستقلال الوطني. نعم. الإريتري. فالوحدة الوطنية هي واحدة من الثوابت أن نكون نتحدث كشعب واحد، أن يكون هناك خلافات سياسية، هذا أمر طبيعي. لكن تجزئة الشعب الإريتري هذا تعارض تام مع الثوابت الوطنية
الإريترية. هناك ثوابت البعض قد لا يعني يتفق معها بشكل شكلي، لكن مثلا في بلد مثل إريتريا اللغتين العربية والتجرينية يكون اللغتان هم اللغتان الرسميتان في إريتريا، أن يكون هناك يعني هذه واحدة من العوامل التي ترسخ الوحدة الوطنية. هذه من الثوابت أن نتعامل أو أن نقر كلنا في إطار عملنا السياسي بأنه يجب أن نعترف بأنه في إريتريا الاستخدام المتساوي للغتين العربية والتجرينية. الثوابت أيضا أنا في اعتقادي يعني ثوابت الثورة الإريترية هي العمل من أجل مصالح الشعب الإريتري، العمل من أجل أن يحكم الشعب الإريتري نفسه. الثورة الإريترية حتى تنظيمات الثورة الإريترية كانت تعقد مؤتمراتها حتى لو بشكل غير منتظم، يعني هناك إقرار بحقيقة أن يختار الإريتريون قادتهم، أن يختار الإريتريون حكامهم. هذه ترسخت في إطار النضال الوطني الإريتري، أن يختار المناضلون من يقودهم، يعني بمعنى أنه أن يختار الشعب الإريتري الآن يختار حكامهم، وهو اللي يحاسبهم وهو اللي يقيمهم. يعني في الممارسة السياسية في الثورة الإريترية كانت هذه المسألة راسخة عبر تاريخ النضال الوطني الإريتري. فهذه الثوابت تبطأ بالديمقراطية، باللغتين، وتبطأ بالوحدة الوطنية، التمسك بالوحدة إريتريا ووحدة شعبها، والالتزام الأخلاقي تجاه الشعب الإريتري، تجاه النضال من أجل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وهذه كلها ترسخت. هذا إرث، يعني الثورة الإريترية نفسها الفكرة الأخلاقية هي الفكرة الأخلاقية وراء هذا النضال، إنك أن تخدم شعبك، أن تعمل على تحرر هذا الشعب. هذا ينعكس بالطبع في نوع النظام السياسي، ينعكس في الممارسة السياسية، ينعكس في الدستور، في القوانين التي يجب أن تحكم هذا الوطن الذي تم تحريره بنضالات عظيمة بتضحيات جبارة. فأنا يعني استغل هذه الفرصة أستاذ أمال أتوجه بالتحية بذكر شهداء هذا النضال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تستقل إريتريا، والذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الشعب الإريتري بكرامة. وأتوجه بالتحية للمناضلين الذين فقدوا حريتهم أو أرواحهم وهم يناضلون من أجل أن يحكم الشعب الإريتري نفسه، من أجل أن يتمتع الشعب الإريتري بثمار نضاله. وأتوجه بالتحية أيضا للمناضلين الذين شردوا يعيشون الآن في مناطق مختلفة في العالم بعد أن قضوا سنوات طويلة من عمرهم يناضلون للأسف الحرية، وحرموا من أن يعيشوا في هذه الذكرى. يعني أيضا أتوجه للشباب وللمناضلين الحقيقيين من أجل الديمقراطية أن يتمسكوا بثوابت الثورة الإريترية. ليست مسألة حديث أن ترفع فقط شعار لا وكلام فارغ، لا، عندنا إرث سياسي راسخ. هذا الإرث السياسي يجب أن تقوي عليه ويعتمد عليه العمل السياسي في إريتريا. نعم بالتأكيد. يعني ونحن أيضا أستاذ ياسين نتوجه بالتحية لكل المناضلين الشرفاء الذين أعطوا بسخاء يعني من أجل الثورة الإريترية وعلى مدى تاريخها الطويل، ونؤكد معك أيضا على الثوابت الوطنية التي يعني رسختها الثورة الإريترية والتمسك بها. هناك قبل أن أختم معك ياسين يعني قضية مهمة جدا، وهي كما ذكرتها يعني قضية التمسك بالثوابت والعمل عليها يعني كخطوات عملية. يعني مثلا أكثر الفئات التي يمكن أن نتوجه إليها اليوم من هذا المنبر هي فئة الشباب، الذي قد يعرف بعضهم التاريخ بشكل صحيح وبعضهم قد يصله بشكل مشوه نتيجة للصراعات التي بين التنظيمات وتيارات التغيير وحتى أيضا ما تمارسه الحكومة الإريترية من تغيير وتضليل على مستوى يعني التاريخ الإريتري ونضالات الشعب. يعني هناك كثيرون لا يعرفون عن المناضلين الأوائل، عن الشهداء الأوائل، عن كمية العطاء والتضحيات التي تمت على مدى يعني تاريخ الكفاح المسلح والثورة الإريترية. ماذا يمكن أن نفعل نحن خصوصا على مستوى قوى التغيير أستاذ ياسين؟ نعم، أنا في اعتقادي أنه يجب أن نهتم اهتمام حقيقي بتراث الثورة الإريترية. لا نكتفي بالكلام العمومي
نربط ممارستنا السياسية بهذا التراث. نعم. ربط الممارسة السياسية بهذا التراث لا يعني إنه نحن نقف في نقطة واحدة أو نقف في مكان واحد أو نرجع للماضي، لا. نعم. هذا التراث يشكل يعني وعاء كبير، يفترض أن يكون أو وعاء يعني مش بس سياسي، أيضا أخلاقي، لأنه تستند عليه ممارستنا السياسية. يجب أن ننور الأجيال الجديدة، ننورها بهذا التاريخ. يجب أن تعرف هذه الأجيال الشابة اليوم أنه آبائهم وأجدادهم قدموا تضحيات عظيمة من أجل هذا الوطن، وأنه حصلت انتكاسة، وأنه حصلت ردة من قبل هذا النظام. تنكر لتاريخ الثورة الإيرترية، تنكر يعني لأقرب الأشخاص اللي كانوا طرف أيضا وكانوا أعضاء في هذا النظام وعرضهم للسجون. في اعتقادي أنه إذا نحن ركزنا على هذا الإرث، على هذه الثوابت، ونضعها مقياس للتعامل مع الجهات التي تدعي أنها تعارض أو التي تعارض النظام، هذا يجعل يقوي من هذا النضال. نعم. يجعل القضايا واضحة. يعني الممارسات الظلم بتاع النظام خلق حالة من الربكة، حالة من الإحباط وسط كثير من الإريتريين. البعض يصطاد في هذه الحالة بعد الإحباط والإحباط وينحرف عن هذه الثوابت. هؤلاء لن يقدموا ما هو مفيد للشعب الإريتري. الشعب الإريتري عنده تراث عظيم، تضحيات عظيمة، تجربة عظيمة ينتصر فيها، لأنه اعتمد على وحدته الوطنية، لأنه الثورة الإريترية يعني كان عندها التزام أخلاقي واضح تجاه الشعب الإريتري، وقيم تولدت في إطار هذا النضال هي قيم نكران الذات وقيم يعني التضحية. هذه القيم نتيجة للحالة نعم تحس أنها تراجعت بالتأكيد. هذا التراث يعطينا القوة نشره مش بشكل عاطفي، بشكل واضح اعتقادي بالتأكيد يقوي من التيار اللي يناضل الديمقراطية بشكل حقيقي، ويضعف التيارات التي تحاول التلاعب واستغلال حالة الإحباط تمرير أجندة مشروعة. بالتأكيد. أنا هنا اليوم يعني أؤكد على كلامك وأحييك وأحيي الشعب الإريتري في هذا اليوم العظيم، ونتمنى أن نكون يعني أهل ويعني جديرين بالاحتفاظ والحفاظ على هذا الإرث النضالي المهم في تاريخنا كشعب. أستاذ ياسين، شكرا لك على حضورك معي اليوم في ساعة المنتدى للحديث عن ذكرى 54 لانطلاقات الكفاح المسلح. يا هلا بك. شكرا أستاذ أمال، شكرا جزيلا على الفرصة، شكرا جزيلا. يا هلا. من آهات اليتامى وأنين الجياد، من آهات اليتامى وأنين الجياد، بالشيخ بالطفل يحتضن الضياء، بالثوب المرقع وكل ما نملك من متاع إريتريا اللي صامدون ما ركعنا يوم ولن نركع، صامدون ما ركعنا يوم ولن نركع،
سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، بالسيف بالمسحف بالمدفع، بالسيف بالمسحف بالمدفع، إلى الأم إلى التراب، إلى الأم إلى التراب، المخضب بالدم أقسمنا بأن نرجع. من آهات اليتامى وأنين الجياع أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، بالشيخ بالطفل يحتضن الضياع، أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، بالثوب المرقع وكل ما نملك من متاع، أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، إلى الغد المكحل بالشعاع، أقسمنا بأن نرجع. صامدون ما ركعنا يوم ولن نركع، صامدون ما ركعنا يوم ولن نركع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، بالسيف بالمصحف بالمدفع، بالسيف بالمصحف بالمدفع، إلى الأم إلى التراب، إلى الأم إلى التراب، المخضب بالدم أقسمنا بأن نرجع. بأشواق الديار وحنين الفراق أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، بدموع الحبايب المكبلين بالأحزان أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، بدماء الشهداء صانعة غدنا الوضاء أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، إليك يا إريتريا إلى اللغاء أقسمنا بأن نرجع. صامدون ما ركعنا يوم ولن نركع،
حامدون ما ركعنا يوم ولن نركع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، بالسيف بالمسحة بالمدفع، بالسيف بالمسحة بالمدفع، إلى الأم يتراب، إلى الأم يتراب، المخضرة بالدم أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع. مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام، ونحن كما ذكرنا لكم نحتفل في ساعة المنتدى بذكرى سبتمبر العظيم، الانطلاقة الأولى للكفاح المسلح. جمال، يعني ونحن نحتفل اليوم وبعد مرور 54 عاما على انطلاقة الشرارة الأولى للثورة الإريترية بكل تضحياتها وعظمتها، كيف ننظر اليوم من ظل الواقع الحالي إلى سبتمبر ويعني وإرثه العظيم؟ أمال، للأسف الشديد يمكن القول أنه إريتريا اللي قدمت صورة مشرفة لنضال شعب طوال 30 عام، شعب فقير استطاع تحرير بلده بدعم أصدقائه ومحبيه، الشعب ناضلت كل فئاته من أجل تحقيق هذا اليوم وانتظاره أن طوال 30 سنة قدم صورة مشرقة للشعب أفريقي، وشعب مناضل وشعب جسور. الآن للأسف الشديد خلال 20 سنة مضوا، إريتريا في وسائل الإعلام هي صورة مغايرة لتلك الصورة المشرقة والجميلة، صورة للناس في الصحراء، صور للناس في البحار والمحيطات، صور لغرقى، صور لمعتقلات، صور لاضطهاد حقوق الإنسان، صور لاضطهاد حقوق الإنسان في أسوأ أشكاله، صور للشعب تقريبا نستطيع القول هائم على وجهه. يعني هذه صورتين متناقضات يعني تطلع من إريتريا يعني المناضلة قبل 20 سنة، وإريتريا في أحد الدولة المستقلة أو ما يمكن أن يسمى بين قوسين الدولة الوطنية. هذه صورتين في غاية العبثية وفي غاية الغرابة. يمكن أن نقول يعني بالمجمل صورتين مختلفات لبلد قدموا للعالم، وهذا لا يعني طبعا يعني انه الصورتين جامدات، كما كانت الصورة الأولى متحركة ومعطاءة، الصورة الثانية أيضا تحاول قوى التغيير في بلادنا من أجل تصحيح هذه الصورة وتقديم الصورة الصحيحة لبلدنا إريتريا. نعم، بالتأكيد جمال، يعني هذا هو الواقع كما صورته لنا بكل مأساويته. وأيضا هنا اليوم ونحن نقف على هذه الذكرى التاريخية العظيمة ونعكس عليها معك ومع الأستاذ المناضل ياسين محمد عبد الله. يعني جمال، تحدثنا عن الإرث النضالي الذي خلفه لنا، يعني الكفاح المسلح بعظمته وتضحياته ورغم بساطته وظروفه الصعبة، والآن أنت تتحدث عن هذه الصورة المغايرة والمأساوية التي نشهدها اليوم بعد يعني نصف قرن من التضحيات. دعنا أيضا يعني نذكر مزيدا بالواقع المأساوي والذي يعني علينا أن نعمل على تغييره. يعني لندخل أكثر في تفاصيل الصورة المأساوية التي تحدثت عنها قبل قليل. درجة الناس في السابق أن يتحدثوا عن حكم قراقوش أو حكم لا يستند إلا على شخص واحد، ويعني أشكال غرائبية من الأحكام
الآن يمكن أن يتحدث الناس عن يعني عن حكم يسمى حكم سياسي أفورقي. نقول ذلك لأنه طوال 20 سنة من الحكم لا وجود البلد الوحيد ما فيه دستور. يعني يفترض انه اي بلد في الدنيا يكون فيه دستور حتى وان كان شكلي، يعني لا بلد، يعني بلدنا ما فيه دستور، ما فيه، وبالتالي ما في قوانين، وبالتالي ما في مؤسسات، وبالتالي ما في خطط لدولة تسير عليها بشكل يومي او بشكل عام. هذا الوضع الاستثنائي الغريب في إريتريا لا شبيه له في العالم أجمع. بل الأمر من ذلك أنه رئيس الدولة في إريتريا سياسة أفورقي يتحدث بكل فخر عن أنه هذا الوضع هو نموذجي، هذا الوضع هو سليم وصحيح، وبالتالي يسخر من الرأي والرأي الآخر، يسخر من الديمقراطية، يسخر من التعددية السياسية، وعلنا يعني الرجل زي ما يقولوا بالدارجي ما داسيها، يعني بيقولها بشكل معلن. وهذا يعني هو الشيء الغريب اللي يفترض العالم الآن أن يلتفت إلى مثل هذا النظم الموجودة بين ظهرانيه، عالم يتكلم عن مجتمع دولي وعن قوانين دولية وإلى آخره، ولكن لا يلتفت بشكل حقيقي إلى مثل هذه النماذج الغريبة موجودة في إريتريا وفي كوريا الشمالية وتركمانستان وإلى آخره. يعني هذه صورة فعلا مختلفة ومغايرة ولا تحتاج إلى دليل لإثباتها أو تأكيدها. نعم أمال. نعم بالتأكيد جمال. يعني اليوم أريد أنا أيضا أن أضيف إلى يعني كلامك ونحن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، يعني أن أهمية العكس على هذا الموضوع وهذه الاحتفالية وعلى يعني الآثار المأساوية التي تلت إنجازات شعبنا العظيم وتضحياته هو التوعية أولا وأخيرا لقطاع الشباب خاصة من شعبنا بتاريخه وب يعني مكتسباته وبكيف أنها حولت يعني طلعت عن مسارها الطبيعي في أن تكون يعني رافد أساسي لدعم مفاهيم الأمة والنهوض بها. جمال، يعني شبابنا اليوم احتفال بذكرى الفاتح من سبتمبر قد لا تعني الكثير لبعضهم وقد تكون منقوصة لدى البعض الآخر. نحن نعلم أن يعني الحكومة الإريترية لم تعر هذا التاريخ العظيم الكثير من الاهتمام بعد التحرير، واليوم أيضا ربما يعني يكون مرور عليه مرور الكرام أو لا. دعنا نؤكد على أهمية هذا التاريخ ويعني أهمية الاحتفال به ويعني التمسك به، وخاصة يعني للجيل الجديد من شبابنا الذي قد يعني تفوتها الكثير من المعلومة نتيجة للتشرد مجددا، نتيجة لظروف اللجوء، نتيجة للقمع ونتيجة لإخفاء التاريخ الحقيقي لنضالات شعبنا من قبل حكومة الظلم الموجودة في أسمرة. جمال. نعم أمال، أعتقد أنه يعني أيضا الشباب الإريتري هو في وضع لا يحسدون عليه، لأنه شعب لم يتمتع أولا بميزة حضور مرحلة الكفاح المسلح، وأيضا لم يتمتع بقوانين تصون له حقه في ظل دولة وطنية. يعني في ظل الدولة الوطنية هو الأكثر تشردا، هو الأكثر يعني اضطهادا، و يعني آلة القمع التي طالت الجميع كان لها نصيب كبير في أواسط الشباب. ومع ذلك الصورة المشرقة التي ظهرت في جنيف كانت صورة مشرقة. الآن نشاهد من الأمس رفع صورة عواتف في الكثير من الجروبات ومجموعات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وكل يعني وسائل التواصل الاجتماعي. الحديث أيضا ولو قليلا عن هذا اليوم وأهميته. هذه كلها طبعا تضاف إلى الرصيد الشباب الإريتري سواء كان اليوم أو في مرحلة الكفاح المسلح. في الداخل أيضا يعني سنشاهد داخل لأن وضعه الخاص سنشاهد أشكال محددة من التصدي لهذا التجاوز لهذا اليوم ورموزه بأشكال محددة
بأشكال كثيرة ربما لم تظهر حتى الآن، أو أشكال ربما لم نستطيع حتى الآن رصدها. لكن أعتقد أنه الشباب الإريتري إلى حد ما مع وضعه اللي بيعيشه الآن وهو في حالة تيه وشتات وتشتت، إلا أنه يعني لا زال قلبه يخفق بحبه للوطن. وهنا يجب مناشدة على الأقل المثقفين والأكاديميين الإريتريين والإعلاميين من أجل يعني التصدي لكل محاولات كنس التاريخ الحقيقي للثورة الإريترية، واختزاله في تنظيم محدد، ثم اختزاله في شخص محدد، وتثبيت هذه الصورة يعني لدى الأجيال القادمة. يجب أن يكون في تصدي لهذه المحاولات اللي سميناها بمحاولات الكنس، من أجل يعني تثبيت التاريخ المشرق لثورتنا والتاريخ المشرق لشعبنا، وعكس صورة صحيحة لشعبنا غير تلك الصورة التي يحاول النظام أو بمحاولة تكريسها أو بمحاولة يعني غض النظر عنها، اللي هي صورة اللاجئ وصورة الراكب القارب وصورة التائه في مدن أوروبا. عكس هذه الصورة يجب أن يكون هناك صورة أخرى للشاب الإريتري المكافح والمناضل والعامل والشغال في أرضه. الصورة رغم مأساوية الوضع، لكن لا زال هناك الكثير اللي يمكن أن نعتز به لشبابنا الإريتري في كل مكان. وأنا من هنا وعبر هذا المنبر أتوجه بالتحية والتقدير لشبابنا، ونقول لهم مزيد من النضال ومزيد من العمل من أجل تصحيح صورة الأوضاع في إريتريا الغد، إريتريا المنشودة وأمان. نعم. ما يدلل منا كهاري عدنا بلغوا بتتها كريئة حديثها مغفرة عبد ما يدلل منا كهاري عدنا بلغوا بتتها أنا ديتها حبيبة أبخرانة بركي قول أقول غي مدري أبخرانة بركي قول أقول غي مدري أبلغ لي غلات نويا تغيش بحري أنت تيري ذلو من السمي يهرب نخوض نحف السرني عيدرين عين أبرا وتستمع غيرو عيدرين عين أبرا وتستمع غيرو نغير غيرك سمعي غرورو حربي وغلو مدرسة معي يعوض دخون يحب السرني بكنا قولا محكمة يبركيس لما يتشفينو بكنا التعقي يهار دخون نريد حتى النبي بكنا قولا محكمة يبركيس لما يتشفينو بكنا التعقي يهار دخون نريد حتى النبي يدلون منا هار الديون حقنا
ذل دمنا عالدقون عبدنا بلغوا بتسمع بريحة بيتنا من حملنا حافي أوارخ رمتي من حملنا حافي أوارخ رمتي تفوح حرسهاي تفكر الراتي فرقنا تدلل وبطار وحبوي يهرب ونظري ما يفتي عبقنا نتركي ولا قول لا ندري عبقنا نتركي ولا قول لا ندري أبلغ لي غلايات ما يطير البحري عن تسكين وذلو كمنات سماي يهرب نحف السرمي بودا محكمة بركي ما يتشفينو بقم التعقي يهار الدخل بريد بقم بودا محكمة بركي ما يتشفينو بقم التعقي يهار الدخل بريد ربي فرتنا حرة تحت الراتي من نايدر الكوني وري ما يفتي إنه شاشات فرتنا ربي فرتنا حرة تحت الراتي من نايدر الكوني وري ما يفتي تعتيبو بلكن عدنا بالكتان ديبو لما يدير كوني عاوزنا تعريبو كنت نايت مالي كنت ناي عن طيبو مريتنا بحرة كنت ناي طيبو لما يدير كوني عاوزنا تعريبو معين الدمع لن يبقى معينا فمن أي المصائب تدمعينا زمان هون الأحرار منا فديت وحكم الأنذال فينا معين الدمع لن يبقى معينا فمن أي المصائب تدمعينا زمان هون الأحرار منا فديت وحكم الأنذال فينا ملأنا البر من قتلى كرام على غير الإهانة صابرين كأنهم أتوا سوق المنايا فصاروا ينظرون وينتقون لو أن الدهر يعرف حق قوم لقبل منهم اليد والجبين
عرفنا الدهر في حاليه حتى تعودناهما شدا ولينا، فما رد الرثاء لنا قتيلا ولا فك الرجاء لنا سجينا. سنبحث عن شهيد في قماط نبايعه أمير المؤمنين ونحمله سنبحث عن شهيد في قماط نبايعه أمير المؤمنين ونحمله على هام الرزايا لدهر نشتهيه ويشتهينا، فإن الحق مشتاق إلى أن يرى بعض الجبابرة ساجدين. شكرا. إذن أعزائي المستمعين، ونحن اليوم في ساعة المنتدى نحتفل بذكرى الأول من سبتمبر، وفي ختام هذه الساعة وكان معي فيها المناضل الأستاذ ياسين محمد عبد الله والزميل جمال عثمان حمد. أود من هذا المنبر أن أحيي الشعب الإريتري العظيم بكل فئاته وبكل أماكن توجهه وتوجهاته السياسية والوطنية بتحية سبتمبر النضالية العظيمة. ونناشد جمال من هذا المنبر اليوم قوى التغيير التي تسعى إلى التمسك بالحقوق والمكتسبات والسعي بها إلى إريتريا أفضل، إريتريا ديمقراطية، إريتريا تسعى الجميع في إطار المفاهيم الصحيحة للوحدة الوطنية وللأمة الإريترية الموحدة دائما ضمن إطارها التاريخي المليء والمزين بتضحيات كبيرة جمال. ونتمنى أن يتجاوز الجميع في قوى التغيير خلافاتهم من أجل الهدف السامي بتخفيف مأساة شعبنا ومعاناته الإيتاء بنظام ديمقراطي يكفل السلام والأمان للجميع. جمال، وأنا أيضا أضم صوتي لصوتك وأقول إنه الذين يشككون في قدرات الشعب الإريتري إنه لا يستطيعون قلع هذا النظام ورميه في مزبلة التاريخ. أقول لهؤلاء أن شعبنا أيضا عندما بدأ في الفاتح من سبتمبر كان البعض يقول عنه أنه ده شعب مجنون وشعب مغامر وإلى آخره، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. شعبنا له القدرة من أجل تغيير أوضاعه الداخلية بنفسه بعون طبعا وبعون أصدقائه ومحبي الحرية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأقول أيضا وبشكل صريح على المعارضة الإريترية المنظمة أن ترتفع إلى مستوى استحقاقات شعبنا لا يستحق هذه الحياة التي يعيشها في الداخل والخارج ومعسكرات الشتات واللجوء. وكل عام والجميع بخير، وكل سنة والجميع بألف خير أستاذ أمال. وأنت بخير، وتحية لك ولكل زملائي في ساعة المنتدى اليوم، والزميل خاصة للزميل صلاح الزين الذي يقوم بالمونتاج لهذه الحلقة. إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم أعزائي المستمعين، لكم ألف تحية وكل عام وأنتم بخير. صوت المنتدى.